تخيلي لو الست في ايديها العصمه كانت طلقت نفسها 100 مره في اليوم. الراجل بيحب يركز في حاجه واحده بس: انا عايزه، انا محتاجه. بيتنا مش زي البيوت اللي حوالينا، تطلعاتنا الزياده هي اللي خربت بيتنا، لان انت مش عارف قيمتي. انا ممكن اتجوز احسن منك، انا هتجوز سيدك. هو حط كل ما يملك في الجوازه دي، بيته اتخرب زي ما بيقول، وفي الاخر ولادك هم اللي بيدفعوا الثمن مش انتي بس. عشان الجواز اللي مش مبني على اساس لازم يقع، لازم يقع. المشاكل الزوجية. النهاردة رسالتنا جاية من زوج مش من زوجة. تعالوا معانا نسمع ايه مشكلته. مساء الخير يا دينا، ازاي حضرتك؟ عاملة ايه؟ يا رب تكوني بخير. انا شايف ان الرسالة دي تستحق النقاش، يا ريت تعرضيها عندك وتقولي لي رأيك انتي والمتابعين ايه في مشكلتي. دلوقتي الراجل لما بينفصل بقى من الطبيعي يكون فاقد كل شيء، حتى حاجته اللي كان جايبها من حر شقاه، وبيكون لسه بيسدد أقساط البيت اللي اتخرب بعد الطلاق، غير النفقة وخلافه، وكمان ممكن يتسجن. كل ده ومرتبه لا يتعدى 5000 جنيه، وبيدفعهم كلهم نفقة وديون، وهو بيكون عايش على بركة ربنا، وهو وحده أعلم بحاله. ما اختلفناش، كل ده ما فيهوش مشكلة. المشكلة بقى انه بيفضل على الحال ده لسنين كتير قوي. كل السنين دي اهله واصحابه وجيرانه بيطلبوا منه ان هو يتجوز تاني، عشان مش هينفع يكمل عمره كله كده. طب منين؟ قوليلي منين وانا طالع من المحكمة دي على المحكمة دي، ومن المحامي ده على المحامي ده، عشان اقدر بس انهي خلافات قعدت فيها سنين احارب. وفي حاجة كمان عايزة اقولك عليها: الطلاق عموما حضرتك هو سبب ضياع اجيال واجيال. الطلاق ده يعني خراب بيوت. مش الست بس اللي بتحس ان هي بيتها اتخرب، انا راجل وبقولك انا كمان بحس ان بيتي اتخرب. كل الرجاله اللي بتطلق مراتاتها بيحسوا ان بيتهم اتخرب، يمكن بيزعلوا اكتر كمان على بيتهم من الست، لان هو بيبقى حاطط شقه عمره كله واحلامه كلها في البيت ده. انا بحكي لحضرتك تجربتي، مش تجربتي وبس، ده تجربه زمايلي كمان في الشغل، صحابي وجيراني. سبب دمار وخراب المجتمعات عموما هو الطلاق. يا ريت حضرتك تناقشي الموضوع ده. احنا دايما متعودين ان اللي بيتظلم دايما الست مش الراجل. هنا الطرف اللي انا هتكلم عنه النهارده والطرف المظلوم هو الراجل. رجاله كتير قوي بعتولي ان بيتهم اتخرب وحياتهم باظت، وان نفسهم بيتهم يرجع تاني وحياتهم ترجع تاني، بس مش عارفين يبداوا منين. تعالوا نتكلم عن المشاكل الزوجيه من اول ما بتبتدي لغايه ما بتنتهي لمرحله الطلاق. اول حاجه، انا كزوجه شايفه المشاكل بتبتدي منين. احنا عندنا مشكله صغيره قوي في الرجاله، هتكلم عنها بس قبل ما ننتقل لنقطة ان انتوا فعلا اللي ظلمتوا. الراجل طبيعته ما بيعرفش يفكر غير في حاجة واحدة، مستحيل تديله كذا موضوع في وقت واحد ويفكر فيه. والست ربنا خلقها عكس الطبيعة دي خالص، ممكن تعمل كذا حاجة في وقت واحد. فممكن تكون بتذاكر للولاد وبترد على التليفون وبتنزل الشغل وتطلع وتعمل مليون حاجة في وقت واحد، وعندها استعداد وعندها القدرة ان هي تكمل في كل ده. الراجل مش كده. الراجل بيحب يركز في حاجة واحدة بس: انا رايح الشغل يبقى هركز في الشغل، يبقى ما عنديش اي استعداد ان انتي تكلميني تحكي لي على مشكله عائليه او مشكله بينك وبين ابني وانا قاعد في الشغل. فطبيعي اتعصب عليكي. دي من ضمن المشاكل اللي بتتعرض علينا. يعني طبيعي اتعصب عليك، يقولك لما ارجع. هو مش بيكبر دماغه، هو فعلا مش قادر يقولك اي حل، هو قاعد لان هو مركز في حاجه واحده. تاني حاجه، انتي من كتر ما انتي قاعده بتتفرجي على الحاجات اللي اصحابك بيجيبوها والناس بتلبسها وبتعملها وبتسافر وبتيجي، انتي ما بتعمليش حاجه اخر اليوم غير تفضي كل اللي انتي اتفرجتي عليه ده معاه. انا عايزه، انا محتاجه. بيتنا مش زي البيوت اللي حوالينا، انا عايزه ابقى شبه صاحبتي، انا بقالي كتير ما جبتش لبس، ولادك عايزين ياخدوا دروس. فطول الوقت عماله ترمي عليه احمال. هو مش متخيل اصلا هيصحى الصبح يعمل ايه. هو مضطر يسمعك بس ما عندوش اجابه ولا عنده رد. فبيفضل طول الوقت في رجاله مش عارفه تقولك لا. حاضر حاضر حاضر، دي مش سلبيه، بس هو مقدرته كده. عايزين نقول ان 3/4 مشاكل الستات والرجاله الحاله الاقتصاديه سبب فيها. بس تعالوا نرجع لزمان كده، كانت الناس افقر من كده بكتير، كانت عيشتها ابسط من كده بكتير، بس كانوا عايشين بيحبوا بعض وبيخافوا على بعض. تطلعاتنا الزياده هي اللي خربت بيتنا. انفتاحك على اللي حواليكي وان انت تشوفي ده جوزها جاب لها ايه وبيعاملها ازاي، هو ده اللي خلاكي مش راضيه بالحلو اللي في ايدك. مش كل الناس طبعا، بس اوقات لما بلاقي حاجه احلى انا بحس ان اللي موجود في ايدي مش حلو. مش عايزين نظلم الرجاله في كل مره ونقول هم السبب ان هم يخربوا بيوت. الراجل هنا لما كمان بيوصل لمرحله ان انت كرهتي حياتك معاه ومش طايقاه، بعد الطلاق بتبقي عايزه تخرجي منتصرة، فعايزة تخرجي تشتغلي، وده بقى سهل جدا ان انت تشتغلي حتى وانت قاعدة في بيتك. فطبيعي حالتك المادية بتتغير، تقدري تجيبي اللي انت عايزاه، ما بتفكريش ترجعي له تاني حتى لو هو صفاته كويسة. انت خلاص بقى معاكي فلوس، وبالنسبة لك الفلوس دي تعمل كل حاجة.
الراجل ممكن يجي لك 1000 راجل تاني. انت من وجهة نظرك ممكن تفكري كده، بس هو مش كده. هو خلاص هو حط كل ما يملك في الجوازة دي، بيته اتخرب زي ما بيقول. انا اشتغلت وحطيت شقة عمري في شقة، في الآخر واحدة جت خدتها، أو مراتي جت خدتها، أو ابني هيقعد فيها هو ومراتي، بس أنا في الآخر قاعد في الشارع. أنا في الآخر حتى ما عنديش بداية جديدة ابتديها. يمكن أنت عندك فرصة تبتدي بداية جديدة، وده شفناه كتير قوي. في حالات طلاق كتير قوي حصلت الفترة اللي فاتت. الناس بقت قاعدة كده تقول إيه، وده بقى مقياس للناس إن هي تتطلق. خلي بالكم، أنا لما بقعد أتفرج دلوقتي معظم البلوجر اللي مطلقات ومعاهم أولاد تلاقيهم اتجوزوا جوازات أحسن من اللي اتجوزوها قبل كده. فالناس بتقول إيه ده، هو أنا كده لو اتطلقت ممكن أتجوز عادي في أي وقت، ممكن يجيلي واحد أحسن مني. فبقت فرصة لأي حد إن هو مع أول مشكلة وأول خلاف شخصي بيني وبين جوزي، وأول خلاف كان ممكن يتحل في ثانيتين والموضوع يخلص، لا أنا هكبره لأن أنت مش عارف قيمتي. أنا ممكن أتجوز أحسن منك، أنا هتجوز سيدك. فخلي بالك، مش كل الناس اللي بتتطلق واللي ورا الكاميرا دي بيروحوا يتجوزوا جوازات حلوة بقى ده المقياس. فكرة نظرة المجتمع ليكي كمطلقة، أنا عارفة إن دي كانت نظرة وحشة وإن ما ينفعش تقبليها، بس مش معنى كده إن أنا عشان شايفة مطلقات كتير بيتجوزوا جوازات معاهم ولادهم، وجوازاتهم بيعاملوا ولادهم بطريقة لطيفة وبيتصوروا وبيخرجوا وبيتفسحوا إن هما ما عندهمش مشاكل. خليكي متابعاهم، هتلاقيهم بعد شهرين 3 اتطلقوا تاني. عارفة ليه؟ عشان الجواز اللي مش مبني على أساس لازم يقع، حتى لو كان الطرفين فيهم كل واحد عنده مميزات. ممكن مميزاتنا ما تلاقيمش بعض، يعني ممكن تبقى شخص كويس قوي هي شخص كويس قوي، بس مش عارفين نتفاهم مع بعض. ادوا نفسكم فرصة قبل ما بيتكم يتخرب، وقبل ما تكبروا المشاكل. وما قلتلكيش فكري مامتك وجدتك كانت بتستحمل وتقعد وتتضرب وتتهني، لا، الشخص السوي بيبان ان هو سوي من اول يوم. الشخص السام متكمليش معاه، بس ما تسمحيش لاي فرصه تجيلك ان انت تتطلقي وتعملي مشكله مع جوزك ان انت خلاص تستغليها عشان تروحي تبني حياه تانية احسن. وفي الاخر ولادك هم اللي بيدفعوا الثمن مش انت بس. وعمر اب ولادك معاملته ما هتبقى زي اي حد تاني مش ولاد. وهتشوفي الفرق ده وهتشوفي الاختلاف ده لما تخلفي من جوزك الجديد. هتحسي ان لا، ابو ابني انا حرمته منه عشان خاطر انا كنت بدور على ابقى عايشه سعيده وان هو يلبي لي احتياجاتي. لا، زمان كنا لما بنسمع الست بتتجوز اكتر من مره دي كانت بتبقى ارمله، تبقى عندها ظروف. لكن دلوقتي الستات ما بقاش عندهم اي مشكله ان هم يتجوزوا مره واتنين وتلاته ويتطلقوا، بقوا مبسوطين. الموضوع مش ترند، الموضوع مش فستان فرح وهتطلعي وتتجوزي جوازه جديده وتطلعي صورك وتبيني للعالم كله ان انا خدت سيده. لا، الموضوع بيت واساس. لو ما حاولتيش واجتهدتي اللي انت تنجحي فيه اول مره، عمرك ما هتنجحي فيه مرات بعد كده، الا لو انت عندك ظروف فعلا اجبرتك ان انت تتجوزي جوازه تانية او اجبرتك ان انت تطلقي. غير كده ما تمشوش ورا الترندات. نصيحه صغيره لكل راجل عشان تتفادى الخلافات الزوجيه من ست: اول حاجه لازم تعملها لما تيجي تتخانق معاك مرات، اقعد كده وتبقى مركز قوي في الخناقه. حتى لو انت عامل نفسك مش سامع، ركز، حاسسها ان انت مركز، والله هتكسب كتير. تاني حاجه بتغلطوها، ممكن تنام وتسيبها، تحط المخده على دماغك. ما تعملش كده عشان نهايه الفقره اللي انت بتعملها دي هتكون نهايه مأساوية. لا، انا سامعك، ما عنديش مشكله ان احنا نقعد نتكلم مع بعض، حسسها ان انت سامعها. مهما تعمل وتزعق وتتخانق طبطب عليها وقول لها عندك حق، انا اسف. هتلاقيها اصلا مفيش خناقه وقايمه بتعمل لك الغدا عادي خالص. احنا ابسط مما يكون، انتوا بس استهتاركم بحجم المشكله هو اللي بيكبرها. اوقات كتيره بتبقى الست مضغوطه وحاسه ان هي عايزه تعبر عن اي حاجه، عايزه تخلق مشكله عشان تعملها. اسمعها، معلش، ربنا خلقك انت اللي بتقود البيت عشان انت عندك حكمه اكتر. انا متهيالي لو الست في ايديها العصمه كانت طلقت نفسها 100 مره في اليوم. حاولوا ما تستسلموش، حتى لو زوجاتكم او مراتاتكم طلبوا منكم ان انتوا تطلقوا، ادوا لبعض فرصه. لو اختلفتوا وحصل بينكم مشاكل ما تدخلوش حد في الخناقه، حتى لو اهاليكم ما تدخلهمش. خدوا فتره ابعدوا عن بعض، اكيد هتوحشوا بعض واكيد هيبقى بينكم ذكريات حلوه. الشيطان دايما احب حاجه عنده ان هو يفرق بينك وبينها او يفرق بين اتنين متجوزين. عارف ليه؟ او عارفين ليه الشيطان بالنسبه له دي اعظم حاجه ممكن يعملها؟ عشان اي اتنين متجوزين هيتفرقوا بينهم ولاد، الجيل ده كله هيبقى سهل جدا ان هو يطلع مفكك، سهل جدا ان هم يغضبوا ربنا. اي حياه زوجيه مستقره، اعرف ان دي حاجه بقت صعبه قوي في الزمن. لما دلوقتي بنلاقي اتنين بيحبوا بعض ومستقرين ومتجوزين بقالهم 16 و20 سنه، بنقول الله، عملوها ازاي؟ عملوها ازاي؟ كان عندهم نفس المشاكل اللي عندكم، بس صبروا، بس عالجوا، بس كان عندهم حكمه اكبر، ما كانوش متهورين، ما كانوش انانيين، فكروا في ولادهم وفكروا في اللي هيحصل بعد كده. بلاش تستعجلوا
قرار الطلاق، وبلاش ترسموا سيناريوهات ان اللي بكره هيجي احسن من النهارده. لا، عالجوا المشكله وحبوا بعض وكملوا مع بعض، عشان الحياه لما بتكون فيها سنين كتيره قوي تعب، وانا سكت عن حقي وانت سكت عن حقك وتغاضينا عن حاجات كتير، بيجي بعد كده الموده والرحمه، هي دي اللي بتخلينا نشيل بعض واحنا كبار. عمر اتنين ما بيعرفوا بعض عشان هدف معين بيكملوا مع بعض ويقدروا يستحملوا.